احفظ الفيديو ده عندك، حقيقي من احلى واروع الفيديوهات. بعد الطريقه دي استحاله تشتري نواعم الافران من الفرن اصلا، انت هتعمليها في البيت احلى من الجاهزه كمان. يلا بينا نسمي الله ونجهز احسن محسن معانا. عندي ربع كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خل، معلقه صغيره بيكنج باودر كده مليانه. اول ما بتقلبيهم على بعض بيعملوا فوران، وكده المحسن بتاعك تمام. هاجي بقى على البوله، هنزل بكوبايه ميه دافيه وهنزل بالمحسن اللي عملته، وكمان كوبايه من السمنه على الزيت، وباكت كامل من الخميره الفوريه، وده ما يعادل معلقتين ممسوحين خميره فوريه. وعندي 4 معالق كبار مليانين سكر. هقلب كل المكونات دي حلوه قوي مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم كمان برشه من الفانيليا تديني ريحه حلوه قوي. هقلب تاني مكوناتي مع بعض، واكون مجهزه جنبي 5 كوبايات من الدقيق. المقدار ده بياخد معايا 5 كوبايات من الدقيق. هنزل بالدقيق بالشكل ده، وطبعا عليه رشه من الملح، وهبدا اعجن العجينه بتاعتي. متاخدش مني اي وقت خالص، تتعجن بمنتهى السهوله. مش قادره اقولك على حلاوه العجينه دي. بعد كده اول ما بتوصل معايا القوام ده، بديها كده بالظبط 4 أو 5 دقايق اعجن. هبدا الم العجينه بتاعتي وهغطيها ربع ساعه، بس انا مش عايزاها تختمر معايا، انا بريحها قبل ما اقطعها بس. بعد كده هجيب العجينه بتاعتي وهبدا ان انا اقطعها قطع متساويه. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هبدا ان انا اقطع العجينه بتاعتي بفنجان، بقى فنجان قهوه كده صغير، عشان انا عايزه النوام بتاعتي تكون صغيره زي ما بنشتريها من الافران بالظبط. هبدا ان انا كده بمنتهى السهوله بقطعها واكورها، مفيش اسهل من كده. وطريقه التشكيل بقى اسهل واسهل كمان. ببطن ايدك، يعني بكف ايدك كده من جوه، بديها ضغطه بس. بجيب الكوره واضغط عليها ضغطه واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده برصها في الصينيه بتاعتي، صينيه مدهونه زيت، وهبدا ان انا ارص القرص بتاعتي او نواعم الافران بمنتهى السهوله. مفيش طبعا اسهل من كده، ومفيش طريقه تشكيل اسهل من كده، ولا عجينه احلى ولا اروع من كده. احفظي الفيديو ده عندك لانه فعلا من اروع واحلى الفيديوهات، نتيجه حلوه جدا. هبدا ارصها في الصواني بتاعتي، وهسيبها حوالي نص ساعه كده لغايه لما تختمر معايا بالشكل ده. ما شاء الله مطلعه معايا كميه حلوه جدا. انا بقى بشغل الفرن واسيبه كده شغال معايا حوالي 10 دقايق، وبعد كده باخد القرص بتاعتي بدخلها الفرن. هنا بعد ما القرص اختمرت معايا، دخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 أو 220 لغاية لما بياخد لون من تحت، بفتح عليه الشواية من فوق. بالظبط كل الموضوع 10 دقايق في الفرن، مش أكتر من كده. تطلع معاكي أحلى نواعم أفران. الكمية ما شاء الله، الشكل ولا أروع ولا أحلى من كده، أحلى من الجاهز. وتحدي احفظي الفيديو ده عندك، إن شاء الله تجربيها وتعجبك جدا.